السلام عليكم. النهارده انا هعمل الرقاق الطري ده. انا عايزه اعمل فطيره مشلتته، فانا هعمل الرقاق الطري ده. هو خفيف اهو، مش خفيف خالص ازاي. انا هعمل بيه فطيره مشلتته. مقاديرها بقى دي نص كيلو على قد الصينيه على طول، طلع فطيره حلوه. وادي قالب زبده، دي زبده بلدي، وهاخد معاها شويه زيت عشان ما تتحرقش مني. وعندي بقى ميه اللي هطري بيها بدل الشوربه، ميه بس هحط فيها معلقه سكر صغيره ونص معلقه صغيره ملح، عشان ما تبقاش ميه عادمه خالص كده، خلي الفطير ملوش طعم. هدوب دول وهبتدي اشتغل فيها، اسيح الزبده وهبتدي اشتغل فيها. انا هنا دهنت الصينيه اهي وسيحت الزبده اهي. هبتدي اخد الرقاقه، يا دوبك بحطها بس كده واطلعها بدل الشوربه، بدل ما كنا بنحط الشوربه او لبن، احنا هنعملها كده بس اهي. شايفين انا قطعتها على قد الصينيه، وبرده لو احنا قطعناه هنحطه في النص عشان تبقى ايه مورقه وحلوه معانا. انا بحب الفطيره بتبقى مليانه، ما بتبقاش رقيقه قوي يعني. اهي كده هنتها سمنه. اجيب واحده تانية اهي واحطها برده كده، طلعها على طول صفي الميه، تيجي اهي. وادي هنا برده كده بالزبده. عايزه تحطي سمنه عادي حطي سمنه بلدي عادي حطي، عايزه تحطي زبده حطي، حسب الماده الدهنيه اللي انت عايزاها. هكمل بقى واخلصها اوريها لكم. انا عملت كده كل الطبقات بتاعتها. هبتدي بقى احط لها من فوق الوش سمنه كويسه كده او زبده كده عشان وشها يحمر، لان انا هحطها في الفرن، فبديها كفايتها في السمنه، لان الفطير دايما بيحب ايه السمنه تبقى كتيره فيه، بس برضو ما نكترش قوي يعني، كل حاجه بالمعقول كويس. وهي دي بقيه الزبده، يعني انا ما خدتش الزبده كلها. هحطها بقى في الفرن، انا مسخنه الفرن، ولما تطلع ان شاء الله هوريها اهي. فطيره دي بقى ولا مش فطيره؟ لما تطلع ان شاء الله هوريها. الفطيره اهي هاخدها احطها الشبكه تحت على الصاج على طول، اول رفع على الصاج احطها عشان هي بتبقى عايزه نار عاليه. ادي الفطيره اهي بعد ما طلعت من الفرن، لونها جميل من هنا مقرمشه وطريه من جوه. انا هقطعها دلوقتي وهوريها لكم، لونها حلو قوي اهي. قطعتها وهوريها لكم بقى، اوريكم كمان سواها من تحت اهي. ما شاء الله، بص السوا من تحت جميل ازاي اهي، والطبقه اللي فوق هي اللي ناشفه، بص بقى من جوه شايفين طريه خالص وجميله ومورقه وحلوه قوي اهي. شوفوا بقى كام طبقه اهي. دي بقى لما بتاكلوها بتبقى جميله، تاكلوها بقى مع جبنه حادقه، تاكلوها مع عسل وطحينه، تاكلوها مع جبنه بيضه بتبقى لذيذه برضو، مع اي حاجه انتوا بتحبوا تاكلوها، هي زي العيش فطير، كله بيحب الفطير. وبالهنا والشفا.